اسالك سؤال بالشخص، يعني انا عم نحكي عن البقاء في دمشق انت ليش بقيت في دمشق يعني رغم كل هذا الظرف؟ يعني فنان مثل بسام كوسة اليوم عنده فرص هائله في الخارج، عندك افق ارحب للعمل، ولكن انت بقيت في دمشق وبقيت حتى تدافع. يعني انت حتى اذا حدا قرب على الدراما السوريه عندك صار حديه في الرد انه نحن باقيين، نحن عم نشتغل، فخلونا نحن عم نشتغل ولو ضمن هذا الاطار. اللي خلاك تبقى شو انه انت عندك مجالات اوسع بكثير انك تطلع وتشتغل. هلا في ممكن جاوبك جوابين، يعني ممكن جاوبك جواب استعراضي واقعد اكذب عليكي ساعه انه الوطن والكذا وبدي ابقى وكذا. هذا عباره عن افك. انا ببقى هون لانه ببساطه شديده جدا انا لما امي بتمرض ما بتركها وبمشي. بس البلد كل لما مرضت انا ما بحمل حالي وبمشي فقط. لا استعراض ولا وطنيه ولا شو ما بلا اي تسميات. لا يمكن واحد ابنه او امه او زوجته او اخته تمرض ويكبها بهذيك اللحظه، يدير ظهره له فقط لا غير. اجاني دعوات من كثير دول من برا مثلي مثل غيري طبعا، شكرتهم يعطيكم العافيه. انا راح ضلهم، وما يجري على الناس يجري علي. ممكن بكره انقتل، ممكن بكره يصير لي مشكله، عرفان هذا الموضوع، لانه الاعداء بسهوله بيكتروا، بسهوله ان حكيتي منطق وان ما حكيتي منطق ما له علاقه. ولذلك هذا الموضوع انا بالنسبه لي موضوع وجداني. البلد انا هذا عشت فيه مثل ما عاش فيه غيري. بلحظه مرضه انا ما بتركه يمشي، يا منموت سوا يا منظبط حالنا ونكفي. بس كنت متوقع